الآن هنالك مجموعات من خارج القوات المسلحة هي تقاتل في السودان. الله أكبر. هذا أخوكم حسين الأمين جيش رئيس ثورة النضال المظلومة. بأيدينا ثورة النضال المظلومة التشهد رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 وحلفاؤنا إن شاء الله تجد رسالتهم عن طريق العصابة الفاسدة الحاكمة لوطننا إن شاء الله. وها إخوتكم المظلومين التشهدين والآخرين وعنقرين إن شاء الله لكم التحية والتقدير. أخوكم حسين الأمين جوجو. السلام عليكم ورحمة الله. الآن هنالك مجموعات من خارج القوات المسلحة هي تقاتل في السودان. العواجل أيضا تتحدث عن أن هذه المجموعة مجموعة فاغنر زودت قوات الدعم السريع بمضادات دفاع جوي. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد العلمي. محمد، تفاصيل ما أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية. ربما المثير للاهتمام في البيان المكتوب الذي أصدرته وزارة المالية أو الخزينة الأمريكية هو أنها لأول مرة تقدم على فرض عقوبات لها صلة بالاقتتال الدائري في السودان. الآن هنالك مجموعات من خارج القوات المسلحة هي تقاتل في السودان. Khartoum, capitale du Soudan, Khartoum, je suis armé soudanais et maintenant nous sommes ici encore, on va se réhabituer bien et maintenant je suis un petit mal là-bas. الآن هنالك مجموعات من خارج القوات المسلحة هي تقاتل في السودان. دي في سلاح الإشارة هنا ده يتقبضوا من واحد من الناس الجروا خلوا العربات. يا جماعة اللغة دي عشان احنا ما نتبلى على زول ساي، اللغة دي شنو؟ هل في سوداني بيكتب كلام زي ده؟ هل في قناص سوداني ولا زول بيخط له خطه بتاعت هجوم في نوته زي دي؟ شوفوا اللغه دي واحكموا وراكم. الان هنالك مجموعات من خارج القوات المسلحه هي تقاتل في السودان. والشباب بزفوا تحياتهم لاخوانهم في الدعم السريع، بقول لهم منصورين ان شاء الله، منصورين ان شاء الله. ونحن كذلك اذا تطلب الامر سناتي اليكم ان شاء الله من النيجر، شباب عرب النيجر منصورين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ما شاء الله، كلام جميل، كلام جميل، كلام جميل. نحن معهم قلبا وغالبا. الله اكبر. يعيش الدعم السريع، يعيش محمد حمدان دقلو. الان هنالك مجموعات من خارج القوات المسلحه هي تقاتل في السودان. هذا الفيديو تحية للشباب في ليبيا عامة وفي النيجر وفي كوري، نهدي لهم هذا النصر العظيم، وتحية من ابنكم محمد علي أبو بكر والذي أفرح جميع أهلنا. شكرا جزيلا. يعني مش من الخارج، مجموعات بتاعت سودانيين. المجموعات دي مرتبطة بجماعات إرهابية، ويمكن الحاجة دي مرئية ولا محتاجة إنه نبحث عنها ولا هي أسرار. آدم عيسى تربو من المؤتمر السوداني أمين عام إلى مقاتل في صفوف قوات الدعم السريع. المجموعات دي مرتبطة بجماعات إرهابية، ويمكن الحاجة دي مرئية ولا محتاجة إنه نبحث عنها ولا هي أسرار. كده تمام، وكده كيف كده تمام.